اهلا بيكم في تسليم جديد من شركه السويفي. زي ما عودناكم بنوريكم شغلنا في كل مكان. احنا النهارده هنا في حدائق اكتوبر، الروف بتاع الاستاذه هند العبيدلي. الاستاذه هند مقيمه في الامارات. طبعا كانت اتعرفت علينا عن طريق اليوتيوب وبدانا نشتغل معاها في تشطيب الروف. عندها شقتين تحت، فقالت بس نعمل هنا الاستراحه علشان خاطر تبقى جاهزه. لو اشتغلنا ان شاء الله في الشقتين نبقى جاهزين زي ما حضراتكم شايفين، وتقدر تنزل فيهم في اي وقت باذن الله من السفر. طبعا المكان هنا جميل جدا وشكله حلو، واسسنا فيه لكل حاجه، وكل حاجه ليها مكانها زي ما حضراتكم شايفين. عملنا مكان للتلفزيون في الجزء ده، وطبعا في هنا برجوله هتتعمل في الجزء ده، وطبعا عملنا الفيش الكهرباء في كل مكان في الروف زي ما حضراتكم شايفين. وعملنا كشافات الاب داون، ده هيبقى تحتها زرع وشكلها هيكون جميل جدا ومنسق وشيك للمكان. وعملنا كشافات زي ما حضراتكم شايفين على السور، وجلدنا السور بالرخام بالشكل ده، شكله جميل جدا. وطبعا هنا كان في مكان للاعمده وقلنا اللي استغلها، وعملنا هنا برضو مكان زي ترابيزه كده للمكان يبقى شكله شيك جدا ومنظم. المكان هنا جميل جدا ومنظم وشكله شيك. وطبعا اسسنا لفيش الكهرباء الووتر بروف زي ما حضراتكم شايفين كده علشان خاطر المطره. وطبعا هنا مكان للتلفزيون في الجزء ده طبعا، ومكان للراوتر، ومكان للكهرباء لوحه الكهرباء زي ما حضراتكم شايفين. المكان هنا طبعا كان عباره عن اوضه هنا واوضه هنا طبعا، والجزء ده كان مفتوح برضو. قدرنا نستغل ونعمل هنا، بنينا هنا مكان مطبخ ومكان للحمام، وعملنا الطرقه دي طبعا في الجزء كنا شرحناها على الصفحه قبل كده، وقلنا ان المكان هنا عملناه بالحديد وعملنا عليه خرسانه من فوق، وعملنا طبعا الطرقه دي علشان خاطر تبقى حاميه الغرف والابواب زي ما حضراتكم شايفين. عملنا الغرفه دي، وطبعا هنا عملنا مكان للسرير ومكان لسرير متر وعشرين، وهنا طبعا مكان للتلفزيون، واسسنا طبعا كل حاجه هنا بشكل جميل جدا ومنسق وشكله شيك. عملنا هنا طبعا الحمام زي ما حضراتكم شايفين. كل هنا طبعا كل حاجه حاطين عليها باب علشان خاطر تبقى ده زي مكان اوبن مفتوح، وطبعا يكون في مصدر للامان. هنا طبعا عملنا هنا مكان للشاور الجرار زي ما حضراتكم شايفين، وعملنا هنا المرايه التاتش بالشكل ده، شكلها جميل جدا. الخلاطات والاكسسوارات عملناها بالجولد زي ما حضراتكم شايفين، شكلها ماشي جميل جدا مع الاسود. عندنا هنا طبعا برضو عملنا المطبخ، وعملنا طبعا باب على المطبخ علشان خاطر ده برضو روف ومفتوح، فعملنا باب وعملنا فيه طبعا ليكون مصدر للامان عشان نقفل على الاجهزه والحاجات زي ما حضراتكم شايفين. عملنا المطبخ بالشكل ده، وعملنا طبعا وحدات بتاعتنا، وبدانا عملنا برخام الكوارتز بالشكل ده، شكله جميل جدا ومنسق. وعملنا الحوض السمارت ده او يعني في سمارت طبعا بالزراير، وفي زي ما حضراتكم شايفين مكان لغسيل الكوبايات، وطبعا ومكان للتقطيع زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. والجمال شكله جميل جدا ومنسق وشكله شيك. طبعا الخلاط ده برضو طبعا الاستخدام برضو زي ما حضراتكم شايفين، طبعا بنقدر نستخدم فيه كل حاجه زي ما حضراتكم شايفين في الجزء ده. وعملنا هنا مكان للشباك بالشكل ده، ومكان للشفاط ووحدات التخزين زي ما حضراتكم شايفين، مكان للميكروويف وحدات التخزين بالشكل ده والجمال ده. طبعا كل حاجه هنا، الشفاط الهود زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده والجمال ده زي ما حضراتكم شايفين بالجزء ده. عندنا هنا الغرفه الثانيه عملنا برضو فيها الليد، عملنا فيها الجبسن بورد بالشكل ده. وعملنا طبعا مكان للتلفزيون، مكان للسراير، في مكان للتلفزيون ومكان للسريرين في الجزء ده. طبعا كل حاجه منسقه، البيبان تركي زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا ومنسق وشكله شيك. طبعا كشافات الطوارئ، وطبعا كل حاجه منظمه هنا وشكلها جميل جدا. المكان ده طبعا بعد ما يتفرش ويتعمل فيه الزرع ويتعمل فيه شكله هيكون جميل جدا ومميز وشكله حلو. طبعا بشكركم جدا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع تسليمات شركه السويفي. وبشكر كل مهندسين شركه السويفي، بشكر كل فريق العمل، بشكر اللي شغالين على السوشيال ميديا اللي بيردوا على استفساراتكم، بشكر كل المقاولين، بشكر كل الصناعيه، بشكركم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.